تورتة النهارده تورتة خطوبة لكن مختلفة خالص. أيوه الdesign بتاعها مختلف، طبعًا إحنا بنعمل بناءً على طلب العميلة، هي كانت حابة التورتة بتاعة الخطوبة بتاعتها تكون على شكل قلب وتكون كمان بالشوكليت، وحتى كمان الدرجة بتاعتها اللي برّه كانت فيها درجة من ألوان الكافيه، فعشان كده كنا حاطين فيها كاكاو يعني شوكليت. ازيكم يا بنات عاملين إيه؟ النهارده إن شاء الله معانا design جديد هنتكلم فيه بتفاصيل كده بسيطة إن شاء الله تكون خفيفة جدًا على قلبكم. زي ما أنتم شايفين الكيكة اللي معايا دي قلب، دي كيكة مقاس 16 طبعًا كيكة مدوّرة خالص عادية ما فيهاش أي حاجة تدّي الإيحاء إن هي قلب، عشان إحنا ما عندناش صواني قلب بنخرّج فيها الشغل. طيب إحنا بنعمل إيه لمّا بييجي لنا order قلب، بنبتدي إن إحنا نخبزه عادي خالص مدوّر وبنحشيه وهو مدوّر وبعد كده بنقطّعه زي الزائد كده، يعني بنعمل 4/4 قد بعض، بنحدد بس، وبعد كده بناخد حاجات بسيطة، إن شاء الله في مرة تانية أبقى أعمل لكم إزاي إحنا بنعمل التورتة على شكل قلب من غير قالب على شكل قلب. وبس كده قطّعتها، وبدأت إن أنا كمان أحط التغليف بتاعها الداخلي اللي هو تقدروا تقولوا عليه coating أو أنا باسميه مثلًا الجزء الأساسي أو المحارة بتاعة التورتة. زي ما أنتم شايفين أنا عملتها برضه بالشوكليت بنفس الدرجة اللي محشية بيها من جوّه، لكن بقى التغليف بتاعها الخارجي حطيت عندي كريمة بيضا عادي خالص، وحطينا عليها حاجة بسيطة كده من الكاكاو عشان تدّيني درجة فاتحة من الكافيه. زي ما أنتم شايفين كده هتلاحظوا إن أنا يعتبر باشتغل بسرعة، وفي نفس الوقت أنا إيديّا ما اتحطتش أو الscrubber بتاعي ما اتحطش في مَيّة خالص. زي ما أنتم شايفين كده أنا ما استخدمتش هنا مَيّة، فإن شاء الله التكنيك بتاع عدم استخدام المَيّة ده لو جربتيه هيعجبِك جدًا، بتمسحي الscrubber بتاعِك من أي زيادة زي ما أنا ما باعمل كده باخرّج الزيادة اللي في الscrubber تقدري تمسحيها في منديل أو في قماشة طبعًا أنتِ مخصصاها للكريمة فقط، بعد مثلًا شغلِك بتغسليها وتبقى مخصصة ليها، تمام عادي خالص ما فيش أي مشكلة. طبعًا عشان ما أطوّلش عليكم، كنت أنا هنا ضبّطت الحواف الحادة، وفي نفس الوقت ما كانش فارق معايا إن أنا أضبّط الكيك من الأطراف من فوق، لإن كده أنا هاحط عليها آآ عفوًا ورد، فبالتالي أصلًا هو هيبقى مغطي على شكلها. زي ما أنتم شايفين الورد ده برضه أنا باجيبه من العتبة، من أماكن بيع الورد، بس ده ورد مجفف مش ورد صناعي، ده ورد طبيعي مجفف مش صناعي. ففي ناس بتبيع الورد الصناعي ده مكان غير اللي أنا جبت منه الورد اللي أنا قُلت لكم بتاع الخطوبة. بابتدي إن أنا أحط كده طبعًا بابقى معرّفة العميلة إن ده ورد يعني ورد غير قابل للأكل، طبعًا بيبقى في ورد قابل للأكل إن شاء الله قدّام برضه هابقى أوريه لكم وأقول لكم أنا باجيبه منين. بس ده غير قابل للأكل، طبعًا بابقى معرّفة العميلة كل التفاصيل دي. هي برضه حبِّت إن إحنا نكتب على الكيك بالكريمة، ما حبِّتش إن إحنا نكتب بالشوكليت، فكل واحد بيختار الdesign اللي هو عايزه وبيقول لنا عليه إحنا بننفّذه له، ولو قدرنا إن إحنا نعدِّل معاه أو نضبّط معاه حاجة ونقول رأينا، إحنا بنقول رأينا في الوقت ده. خلاص بقى العميل هو بيتقبّل تمام ما فيش مشكلة بيعمل اللي إحنا بنقول له عليه، ما تقبّلش خلاص هو بيبقى في دماغه حاجة معيّنة حابب إن هو يعملها. زي ما أنتم شايفين كده الوردة أنا باقصه كده بالمقص، بابتدي إن أنا أحط حاجات بسيطة عشان يدّيني الشكل بتاع الزهرة كده من فوق، وهاوريكم شكل الdesign بتاعي في آخر الفيديو، وإن شاء الله هاسيب لكم فيديو مجمّع لل للتورت الميني، أنا كنت باعمل لكم الفيديو دوّة، كان في يوم مليان ضغط عندي، وفي نفس الوقت ما رضيتش إن أنا ما اشارككوش الفكرة دي، وإن شاء الله بعد كده ما فيش حاجة هاعملها إلا أمّا أشاركها معاكم بإذن الله. يا رب فيديو النهارده يكون خفيف كده على قلبكم ويكون سهل جدًا، هاستنى برضه تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني، وأي حد عنده أي استفسار يا ريت يسيبه لي تحت في التعليقات، إن شاء الله هارُد عليه بنفسي، ولو قدرت إن أنا أعمل فيديو مخصوص للرد على السؤال بتاعه، هابتدي إن أنا أعمل كده بإذن الله مش هاتردد. ده كان شكل التورتة بعد ما خلصت، يا رب تكون عجبتكم، أشوفكم فيديو جديد، باي باي.